السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة منيو ل7 وجبات للغدا وتنفع كمان للعزومات. بس أول حاجة كده نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول وجبة معانا كده الرز المعمر، رز معمر بطريقة سهلة وكمان طالع مفلفل وجميل جدا، طعمه روعة. وكمان ينفع في العزومات، وممكن تعمليه في البريمة اللي هي الصغيرة، لكل واحد كده برام صغير بيبقى أفضل كمان في العزومات عن البرام الكبير. ومعانا الوجبة التانية صينية بطاطس بالفراخ بالطريقة العادية خالص، وشوية رز بالشعرية. لازم تدخلي الخضار للأولاد على قد ما تقدري، وممكن تزودي مع البطاطس أي خضار انت حباه. الوجبة التالتة محشي العصبان أو محشي الممبار. الطريقة بتاعته خطوة بخطوة للمبتدئين. طريقة تنظيفه، الخلطة بتاعة الحشو مفلفلة جدا وطعمها مميز كمان. طريقة الحشو بتاعته، طريقة التسوية مفيش ولا واحدة فيهم مفرقعة. طريقة التحمير بتاعته ما استخدمناش زيت كتير أبدا، وطريقة سهلة جدا. وكمان بينفع في العزومات، يعني بيشرفك كده في العزومة وبطريقة سهلة وما فيهاش أي حاجة. وبصوا، ولا واحدة طالعة مفرقعة، والرز مفلفل وشكله جميل وطعمه أحلى بكتير. وكمان معانا محشي الكوسة والفلفل والبدنجان. اي عزومه بتعملي محاشي، تحاولي ان انت تعملي محاشي مشكله، علشان لو في حد ما بيحبش نوع معين من المحشي يلاقي التاني. يعني اللي مش بيحب الكوسه يلاقي بدنجان، يلاقي فلفل، ورق عنب. حاولي ان انت تشكلي حبات صغيره، بس تكوني مشكله مجموعه محاشي. محشي الكوسه والبدنجان والفلفل احنا عاملينه في الفرن، مش على البوتاجاز من فوق. طبعا دي حاجة بتبقى مريحة شوية في العزومات، اللي انتي تستخدمي الفرن اكتر، علشان خاطر بيبقى العيون البوتاجاز بنستخدمها عليهم حاجات كتير. اهم حاجة علشان خاطر المحشي يكون معاكي ناجح، يكون الرز مفلفل مش معجن، ودي اهم خطوة. هنا غطيناه بورقة الزبدة وورقة الفويل ودخلناه في الفرن، وبعد كده شلنا ورقة الزبدة وورقة الفويل ودخلناه تحت الشواية ياخد اللون الجميل ده. طبعا الكاميرا ظلمة اللون. الواحدة طالعة بوحدتها مش مهرية والرز مفلفل، دي أهم حاجة. الوجبة اللي وراها السمان المحشي. السمان المحشي تقدري ان انت تغيري الحشوات بتاعته، فريك، رز، خضار، براحتك، مفيش ولا واحدة فيهم مفرقعة. طريقة التسوية بتاعته، طريقة التنظيف، وتقدري تغيري بدل السمان تخليه حمام او تخليه فراخ براحتك، وجميل جدا في العزومات، ووجبة حلوة جدا. الوجبة اللي وراها هنا الكوردون بلو، تقدري تحشيه بأي حشوة تعجبك. بصوا هنا الطريقة الناجحة جدا جدا، مفيش ولا واحدة فيهم فكت في التحمير. وكمان من الوجبات اللي انت تقدري تحضريها وتشيليها في الفريزر على التحمير على طول، وجميلة جدا وبتنفع برضو في العزومات. وآخر وجبة معانا طاجن الكوارع وطاجن محشي الكرنب بالكوارع. يا ريت تجربوه، بألف هنا وشفا على اللي يجربه، بينفع كمان في العزومات، وبألف هنا وشفا على اللي يجربه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.